بحضور ممثل الجمعيات الفلاحية الإسبانية ومسؤولين مغاربة. عقد ممثل الأنابيك مؤخرا اجتماعا بطنجة، وتم خلال هذا اللقاء تسليط الضوء على الاتفاقيات التي ستوقعها لتأمين وصول عمال وعاملات حقول الرولة بمنطقة ويلف الإسبانية. ومن المقرر أن تتم دعوة المجموعة الأولى من العمل الموسميين في شهر يناير المقبل. ووضع الاجتماع الذي انعقد بمدينة المضيق أحكاما جديدة لتشغيل جامعي الفراولة المغربية وغيرها من الفواكه الحمراء العاملة في الحقول بإسبانيا لموسم الجني المقبل. وكان الهدف من هذا الاجتماع هو استكمال الاتفاقيات التي ستوقعها أنابيك والتحضير لوصول العمال المغاربة إلى حقول الفاكهة في هويلفا جنوب إسبانيا خلال موسم الحصاد المقبل. وبالفعل سيشهد الأول من يناير من السنة المقبلة 2024 وصول الدفعة الأولى من العمال الزراعيين المغاربة إلى الحقول الإسبانية. ويتضمن الاتفاق الجديد بين الحكومة الإسبانية والجمعيات الفلاحية المحلية شروطا جديدة، من بينها التزام الجمعيات بعقد مدته 4 سنوات سيتم خلاله استقدام العمال المغاربة على دفعات، وستعمل كل مجموعة لمدة 9 أشهر، مع إمكانية استفادة العمال المغاربة من بطاقة TEI التي تسمح لهم بالتنقل بحرية بين إسبانيا والمغرب طوال مدة عقدهم. ومن شأن هذا الإجراء أن يجعل العمال المغاربة متاحين في أي وقت للسفر إلى إسبانيا بشرط توقيع العقد. وبالإضافة إلى ذلك تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لتسهيل السفر بين الموان. وتعتزم إحدى الجمعيات في هويلفا جمع 1300 عامل الشهر المقبل.